بسم الله والصلاة والسلام على أشرف خلق الله. أهلا وسهلا بكم متابعيني الكرام. مرحبا بكم في فيديو النهاردة وصنف جديد ومعلومة جديدة. طبعا انا عملنا قبل كده في الفيديو اللي فات الليمون المخلل بطريقه سهله وبسيطه وسريعه وتاكلي منه خلال 3 4 ايام. والنهارده هنعمل الزيتون بكل تفاصيله والتكات البسيطه اللي بتخلي تديكي مخلل سهل وسريع وجميل وطعمه حلو قوي واوفر وارخص بكتير من اللي هتجيبيه من السوبر ماركت او من المحلات. الزيتون بيظهر فترة كده من شهر لشهرين في موسم الشتاء وما بيطولش وبتبقى كمياته مش كتيرة قوي في الأسواق، فلازم نلحق نستغل الفرصة دي. وتجيبي الزيتون وأنواعه كتيرة جدا، في العزيزي وفي الزيتون التفاحي وفي الزيتون اللي هو البلدي. في أنواع كتيرة جدا من الزيتون. فتقدري تجيبي اللي انت حباه حسب الحجم اللي انت عايزاه وحسب الشكل اللي انت عايزاه. في الزيتون الأسود وفي الزيتون اللي هو المخدد وفي الزيتون اللي تلاقي لونه بنفسجي شوية كده. جيبي اللي انت حباه وهنبدأ نخلله مع بعض بنفس الطريقة ونفس التفاصيل. بداية انا بجيب الزيتون بالحجم والشكل اللي انت شايفاه دوت. بتنقيه طبعا زيتون ناشف، الحبايه ناشفه كده بتقرمش ما فيهاش اي عطب ولا اي اصابات فطريه او حشريه، وبتكون بالشكل القمر اللي انت شايفاه دوت. بعد كده هو ببدا اجيبه واغسله كويس قوي من الاتربه واشيل اي اوراق او اي اتربه فيه. بعد كده ببدا امسك الزيتون واشققه كده من النص. وفي ناس بتجيب ايد الهون او الصلايه وتبدا تدق دقه خفيفه او الشاكوش او حاجه جامده شويه تقيله وتبدا تخبط خبطه واحده خفيفه عليه كده زي ما بنقول بنفدغ الزيتون ده لو عايزه تكليف وقت سريع وما ياخدش منك وقت يعني. انا بعمله بالسكينه بشرطه كده شرطه واحده، في ناس بتشرطه اكتر من شرطه بالسكينه. بعد ما جهزناه كده عندي ببدا هنا ايه، انا عايزه اقول لك لو انت عايزه تاكلي منه سريعا هتسقطيه في ميه مغليه 10 دقايق وتطلعيه، هيبقى في منتهى الجمال وتاكلي منه خلال اسبوع بالكتير. لو انت عايزه تعمليه وياخد وقته زي ما انا بعمل دلوقتي كده وتاكلي منه بعد شهرين 3، هتعمليه بالطريقه اللي انا شغاله فيها دلوقتي. الزيتون زي ما انت شايفه بالشكل القمر دوت كده اهوت. في بقى ناس بتنقعه في ميه وتقعد تغير له الميه دي عشان تشيل المراره منه مده 3 4 5 ايام. وفي ده اللي انا عملته، بقيت كل يوم اشطف وأغير. كل ما تخش المطبخ اشطفي ميته وغيري وحطي ميه جديده بحيث انه ايه المراره تروح منه. وفي ناس ميه مغليه وتسقطوا فيها وتطلعوا مع معلقه صغيره من البيكربونات الصوديوم عشان يحافظ على اللون الاخضر بتاعه. في ثواني بتلاقي الزيتون بيطلع منه المراره وتاكلي منه على طول. انا مسكت هنا حوالي نص كيلو من الليمون وعصرتهم علشان اخد القشر بتاعهم واقول لك هنستفاد بيه ونعمل بيه ايه دلوقتي. وعندي هنا كام جزرايه وعندي حوالي ربع كيلو من الشطه الحاميه. وده كان نص كيلو او كيلو الا ربع من الليمون. سلقته وطبعا بقول بالشكل القمر اللي انت شايفاه دهوت وهنخلله لوحده بقى خلاص. لكن بما انك بتعملي مخلل فبيبقى يوم المخللات العالمي هتشتغلي كله مع بعضه يعني. جبت ميه حوالي ده حوالي كيلو من الزيتون سلقت له غليت له كوبايه يعني حوالي 6 كوبايات اللي هو حوالي من 6 ل7 كوبايات ميه اللي هو حوالي لتر ميه. بتغليه على النار. لما يغلي تحطيه يبرد خالص كده عشان تكوني عقمت الميه. ويفضل تحطي الملح اللي هو الرشيد الخشن اللي هو حبيبات ملح البحر. حوالي اللتر ميه ليه حوالي 4 معالق ل5 من الملح. وبعدين بحط كمان معلقه كبيره من السكر. ودي ليه؟ السكر فايدته اولا بيحافظ على القرمشه بتاع الزيتون ما بيطراش معاكي وكمان ماده حافظه. وحطيت هنا معلقه صغيره من الكمون. ولو عندك كركم عايزه تحطي برضو حطي نص معلقه من الكركم. ولو عايزه تحطي شطه بودر حطي، ما انتش عايزه ما فيش اي مشكله خالص. وفي ناس بتحط الروزماري او الزعتر بيديله ريحه طيبه قوي. تمام يا قمرايه. وانا بحط هنا حوالي 4 5 معالق من الخل على لتر الميه اللي هي ربع كوبايه من الخل. خلاص. يبقى تاني الميه غليتها سبتها لما تبرد بكل بساطه اهوت. وبعد كده كبيت فيها ربع كوبايه من الخل. ده لتر ميه طبعا عليه ربع كوبايه من الخل، عليه معلقه كبيره من السكر، عليه من 4 ل5 معالق من الملح الرشيدي. وحطيت معلقه صغيره من الشطه البودر ونص معلقه من الكمون وممكن تحط نص معلقه من الكركم لو حابه.
دي كلها قيمة غذائية في مية المحلول بتاع قطعت طبعا هنا الفلفلة الحامية ومسكت الجزر وبشرته بالشكل القمر اللي انت شايفاه دوت. وهنا بقطع الشطة. في ناس بتحطها شرايح او بتحطها زي ما هي كده حبات كاملة، ولكن انا بحب ايه اقطعها الى حلقات صغيرة. اولا بتدي طعم حلو قوي 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 مع الزيتون. المادة الفعالة اللي هي الحامية اللي فيها تعتبر مادة حافظة. كمان بتقدري تطلعي منها كده مع الزيتون نفسه مع بشر الجزر ومع حبات الزيتون عند ما تيجي تقدمي المخلل. هنزل بقى الكلام ده كله مع بعضه. ادي الجزر المبشور حوالي ربع كيلو من الجزر المبشور، بنزل عليهم بحوالي ربع كيلو من الشطة الحامية. لو عندك شطة خضراء ما فيش اي مشكلة خالص، فلفل اخضر برضو ماشي اللي متوفر عندك. انا خدت منها شوية عشان ايه عينت شوية صغيرين كده عشان الليمون، والباقي نزلته على الزيتون بتاعي. الزيتون دوت تقدري تغلي ميه وتسقطيه فيها مده بس 10 دقايق وتطلعيه. مش هيستوي معاكي، هتاكليه في وقت اسرع وبيطلع المراره منه بسهوله بسرعه يعني. طيب نزلت برضو هنا اهوت على شويه من حلقات الليمون، مقطعه الليمون حلقات كده اهوت. والمفروض ان انا كمان عصره عندي حوالي كوبايه من عصير الليمون بحطها مع ميه التمليح بتاعتي. اقلب الكلام ده كله زي ما انت شايفه كده اهو بالشكل القمر ده. شفت الجمال؟ تحس ان هو يتاكل اخضر كده من قبل ما يستوى. طبعا هنا ابداي قلبي كل الخلطه دي او الحشوه دي كلها مع بعض. لو عندك بقى حبه البركه حطي معلقه من حبه البركه، بتدي برضو طعم حلو قوي 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 معايا. تمام. بنحط واحدتين من الحبهان وورقه من ورق اللورا او ورق الغار او ورق الشجر، بنحطه على البطرمان من بعد ما نعبي. وانا طبعا محتفظه بقشر الليمون وهوريك هنعمل بيه ايه دلوقتي. زي ما انت شايفه كده يا ست الكل، الميه بتاعتي اهيت. بعد ما حطيت كل المحتويات، انا هنا كنت لسه بضيف معلقه السكر، معلقه كبيره سكر زي ما قلت لك، دي ماده حافظه وكمان في نفس الوقت بتخليه مقرمش يعني. قلبي الكلام ده كله يا قمرايه مع بعضه عشان يمتزج كويس قوي 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 قوي. انا هنا بختبر بالبيضه، لو البيضه طفت على السطح تعرفي ان المحلول بتاعك تركيزاته حلوه ومظبوطه. تمام يا ست الكل. لقيت البيضه غطست منك، بتبداي هنا ايه تظبطي المحلول بتاعك من الملح والخل. البطرمانات انا جبتها بطرمانات ازاز، كلنا ستات بيوت شاطرين واعيين وبنوفر وندبر. البطرمانات اللي هي بتبقى عندك بتاعه المربى، بتاعه ورق العنب اللي هو الجاهز المحفوظ، اي بطرمانات عندك، علب مثلا بطرمان للمخلل اللي موجود عندك، ما تغلبيش نفسك. اي حاجه تستفادي بيها استفادي في الوقت اللي احنا فيه ده، استفادي من اي حاجه موجوده عندك. بتحطي وتكبسي. بص انا بعمل ازاي، بحط واكبس، اعبي في البطرمان واكبس بايدي، وما بين كل شويه والتانيين بحط هنا ايه قرن شطه لو عندك قرن شطه اخضر، لو عندك فلفل اخضر اللي موجود عندك. المخللات دي كلها بتختلط مع بعضها كده وتاخد طعم حلو قوي من بعضها. خلاص بالشكل القمر دوت. يبقى تعبي وتكبسي البطرمانات لحد ما تخرجي اي هواء فيها، علشان ما يبقاش فيه فرصه لنشاط او نمو اي بكتيريا او فطريات، وبالتالي يخرب منك المخلل. عوامل نجاح المخلل، البطرمانات تكون متعقمه صح، ميه مغليه تسقطي فيها البطرمان، او تدخليه الفرن درجه حراره هاديه لحد ما يتعقم، او ميه مغليه وتسقطيه في قلبها دقيقتين 3، وبعد كده تنشفيه كويس قوي وبعد كده تشتغلي فيه. بعد ما كبست البطرمان كويس قوي، بجيب بقى قشر الليمون اللي احنا كنا راكنينه على جنب، اللي انا خدت العصير بتاعه حطيته مع ميه التمليح، وبدات هنا ايه اغطي سطح الايه البطرمان كويس قوي بقشر الليمون، بحيث ان لا قدر الله لا قدر عندك كرفس بقى عودين 3 كرفس حطهم برضو على الوش، لا قدر الله اي خراب او اي عفن لا قدر الله، بعيد الشر ان شاء الله ما يحصلش الكلام ده. دي ورقه لورا اهي زي ما انت شايفه كده، حطيت ورقه الاثنين من اللورا على سطح البطرمان، بيدي طعم حلو قوي 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 وماده حافظه في نفس الوقت. خلاص يا ست الكل، خلاص يا قمرايه. نزلي بقى المحلول بتاعك لما تغطي الكلام ده كله، وبعد كده هو تروحي ايه رشه زيت اخيره كده، وبعد كده هو يا ست الكل تبداي هنا ايه تقفلي البطرمان كويس قوي قوي قوي. هتقفليه بايه بقى؟ هتقفليه بكيس بلاستيك او استرتش، وتروحي نازله عليه بالغطا بتاعه تقفليه كويس قوي.
في ناس بتقلب البطرمانات ناحيه الغطا شويه، ولكن انا ما بحتاجش اعمل المرحله دي او الخطوه ديت، لان ما شاء الله ببقى مظبطه الدنيا وقافلاها كويس قوي. يبقى من عوامل نجاح المخلل، اول حاجه ان البطرمانات تكون متعقمه كويس، تاني حاجه محلول الملح بتاعك يكون مظبوط. الحاجه الثالثه نقول ان احنا طبعا هنا ما بنكبس كويس قوي البطرمان عشان ما نديش فرصه للبكتيريا او الفطريات انها تنمو وتنشط وتخرب لي المخلل، وتعمل لي ريم كده على السطح او تديله ريحه كريهه مش مستحبه. وتعمليه في الوقت اللي الخضار فيه متوفر وبيكون بكثره، ويكون الخضار نظيف وطازه، وما فيهوش اي عطب، ما فيهوش اي خراب، ما فيهوش اي فطريات، ما فيهوش اي تلف. خلاص يا ست الكل. والخطوه الرابعه لنجاحه ان تقفلي العبوات او البطرمات بعد ما تكبسيها كويس قوي، تغطي بطبقه من الزيت ماده عازله، وبعد كده تغطي بالاسترتش زي ما انا بعمل دلوقتي، وتحركي غلق الغطاء جيدا. طيب، انا عايزه اقول لك هنا هوت انه كنا بدانا في فيديو سابق عن ايه هي الاشياء اللي بتساعد على النوم العميق. اتكلمنا على الضوء، تقفلي الموبايل قبل نومك بتلات اربع ساعات. اتكلمنا على الشاي والقهوه ان انت تمنعيهم قبل نومك بست ساعات مثلا. الى اللقاء في فيديو اخر ان شاء الله، مع السلامه.